النهارده هنتكلم عن لابتوب من فئة مميزة الفترة دي، وهو لابتوب اسوس زينبوك اس 16 2024. هنغطي الموضوع ده من كل الجوانب، من شاشة لفتحات تهوية للخامات المستخدمة والالوان والاداء في الالعاب والبروسيسور وقوته والمخارج بتاعته يمين وشمال والسماعات ومقارنته مع الاجهزة التقيلة الموجودة في السوق. كل ده واكتر هنعرفه الفيديو ده، ولكن ما تنساش لو اول مرة تشوفني تعمل لايك وسبسكرايب علشان تشوف كل اللي جاي. ويلا بينا نخش في الفيديو بتاعنا. تم الاعلان عن اللابتوب ده من فترة في كومبيوتكس، وتوصف انه رفيع وخفيف جدا، حوالي وزنه كيلو ونص وسمكه 1.1 سنتيمتر، اللي هو حاجه رفيعه بتكنولوجيا عاليه. وعملوا فتحات تهويه من قدام الشاشه بشكل اكبر من الاعتياد بتاعنا، وبرضه عملوها بشكل مميز اللي هو مش فتحات كبيره قوي ان هي تقدر تعدي منها اي سوائل، واللي هم يعتبر 3522 سي ان سي ماشين كولينج. وصفوا كمان حتى كصوت تبريد بانه هادي وفي سلاسه في الحركه من الداخل. السماعات هتكون 6 سبيكرز وبتدعم الدولبي اتموس، وان هيكون عندك منافذ 2 يو اس بي تايب سي 4.0 جنريشن 3 و اتش دي ام اي 2.1 من ناحيه الشمال، يو اس بي تايب اي 3.2 ومكان اس دي بحجم كامل 4.0 ناحيه اليمين، ومكان جاك للصوت. الخامات المستخدمه هنا وهي الالومنيوم مع طبقه بوليمر سيراميك باسم سيرالومنيوم، وده مقاوم للبصمات والخدوش. وهتلاقي عندك الالوان هينزل بلونين، وهو الابيض الكريمي اللي اسمه اسكندنافيان وايت، والرمادي الداكن اللي هو اسمه زوميا جراي. لو اتكلمنا عن الجي بي يو فعندك هيكون في نوعين على حسب البروسيسور اللي انت مستخدمه، وهنا النسخه الموجوده في مصر هتكون الاي ام دي 880 ام، ولكن هو نازل له نوعين، ال 880 ام وال 890 ام، واللي فرقهم عن الجيل اللي فات ملحوظ. ونصيحه، لازم تعرف ان الجهاز ده افضل من الجيل اللي فات، وفي الالعاب هيكون باداء افضل، ولكن الحكم على الاداء مع التبريد بالسمك ده هل هيكون عامل ازاي ده مع الاستخدام هيبان. وكمان هيكون داعم للواي فاي 7، ولازم تعرف ان مساحه الباد هتكون كبيره ومستغله كويس. على الناحيه الشمال ليها تعليه الصوت وخفضه، والناحيه اليمين هيكون فيها السطوع لو عايز تقلله او تعليه، وكذلك الحافه اللي فوق هتقدر تجري المقطع بشكل سلس. لو هنتكلم عن الشاشه فهي هتكون شاشه تاتش مقاس 16 بوصه بدقه ال 3K 120 هرتز اوليد ليومينا، واللي بتدعم التعامل مع قلم الاسوس بن 2، وهي هتكون نيتس 422 واقل من ملي في الثانيه كاستجابه. لو هنتكلم دلوقتي عن البروسيسور او المعالج هيكون AMD Ryzen AI9 HX 370 2.0 جيجا هرتز، والماكسيمم بوست بتاعه هيبقى 5.1 جيجا هرتز، اللي هو هيوصل معانا ل 36 كاش، وهو 12 كور 24 ثريد. والمقارنه مع الجيل السابق هو الاسرع بنسبه 1.5 و1.3 من جهه الجرافيك، والان بي يو اللي هو AMD XDNA يبقى up to 50 توبس. وكمان بان فرق الاستخدام بين ال AMD 365 وال HX 370، وانه معالج مزود بالذكاء الاصطناعي بيصل ل 50 تريليون عمليه في الثانيه. كمان يمكن تحكمك في الاستهلاك بتاع الطاقه من الستاندرد مود 17 واط، والبرفورمانس مود اللي ممكن ياخد 28 واط، ولو فول سبيد ممكن يصل ل 54 واط. ومع الطاقه القليله المستخدمه مع السمك ده عامل اداء جيد جدا. وكمان كحراره المعالج بتوصل ل 80 درجه مئويه، وده مقارنه بمعالجات فاتت كانت بتوصل ل 99 و95 درجه. طبعا وصفوه بانه افضل حتى في الفان نويز بانه اقل من الاجيال اللي فاتت. البطاريه هتكون 78 واط بير اور، وهتكمل معاك في توفير الطاقه ل 12 ساعه استخدام، وهي 4 سلك. الكاميرا في اللاب ده هتكون 1080 بكسل ومزوده بتقنيه الذكاء الاصطناعي ومستشعر الاشعه تحت الحمراء لفتحها بنظام تشغيل الويندوز للتعرف على الوجه. لما جيت افحص السعر على موقع اسوس اللي موجود في مصر فكان سعر الجهاز هو 98800 جنيه. هو مبلغ كبير بصراحه، بس بالمقارنه مع الماك بوك اللي نازل بنص الرام اللي هنا وربع مساحه التخزين فتوقع ان الدنيا كده هتوزن شويه من حيث مقارنه الامكانيات. الرام هتكون 32 جيجا بايت 7500، الذاكره SSD 2 تيرا بايت M.2 NVMe، نظام التشغيل هيكون ويندوز 11 هوم. عرفنا رايك في اللابتوب الجديد، وطبعا احنا ما قدرناش نجيب المراجعه متفصله اكتر من كده لان احنا ما استخدمناش الجهاز، ولكن لو عايز تشوف اكتر ونجرب اجهزه من دي وقت نزولها ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان تشوف كل اللي جاي. واشوفكم في فيديو جديد. سلام.